طبعا أول إشي بنبارك لأهلنا في غزة على انتصارهم على الكيان المحتل، وفي كلام كثير حاب أحكيه بخصوص الموضوع هذا، بس خليها بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عرفنا انه في صار ايقاف لاطلاق النار بدءا من يوم الاحد. طبعا الفيديو هذا ممكن ينزل بعد يوم الاحد، فحاليا لو انت بتشوف بعد يوم الاحد اللي هو 19 من شهر يناير، فهيك الحمد لله بفضل الله تعالى تم ايقاف النار. هل يا ترى احنا كاهل فلسطين رح نسكت على الموضوع والناس اللي راحوا خلاص ما بيسوا عنا؟ طبعا هذا الحكي غير صحيح تماما. احنا اكتر ناس متأذين. انا اللي مش عايش بفلسطين، اسمي فلسطيني بس بالاسم وبالنسب والدم، اكتر حدا ممكن متأذي من المحيط اللي حوالي. ليش؟ لانه بكل مكان انا بروح بسمع عن اهلي واصحابي واخواني اللي في غزة بيموتوا. اللي بيني وبين اهل غزة مش رابطة عروبة، اللي بيني وبين اهل غزة هي رابطة دم قبل ربط العروبة. فكل حدا قصر بخصوص قضية غزة راح يتحاسب، وربنا راح يحاسبه. بس احنا مش راح نسكت غير لما نطلع المحتل من ارضنا ومن بلدنا. طبعا انا هسه مش جاي او الكلام راح احكيه مش عشان اولع فتنه بالناس، معاذ الله. انا مسلم قبل ما اكون فلسطيني، قبل ما اكون عربي انا مسلم. بس دائما تلاقي المصريين اخواننا بيحكوا مصر شياله، ومصر 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 ومصر. بدك اللي يشيل اكثر من مصر هي فلسطين، اللي كل العالم بيتنازع عليها من بدايه التاريخ. وعلى فكره، ما في ولد من اولادكم اعز من اولادهم اللي راحوا، وما في رجل اعز من رجالهم اللي راحوا. فنشوف انتوا ايش تحركاتكم، راح ترجعوا للمقاطعه وتكملوا فيها، ولا خلاص خلصت الحرب فنرجع نستخدم بيبسي والاشياء العجيبه هاي؟ هلا البرنامج اللي انا بسجل فيه من البلاد غربيه، انا ممكن ناس هلا تقول لي قاطع الشغل تاعك. اول شيء انا هذا الشغل باكل منه. ثاني اشي، الشغل اللي انا بشتغله ما في اي برنامج عربي بيعرف يعمله، هو ما في اي برنامج عربي اصلا لمجال هندسة الصوت اساسا. عشان ما حد يقعد يحكي عن الموضوع، فاتمنى الناس ضلها فاهمة، ما تغض بصر عن موضوع غزة وخلص. هيهم خلصوا ما خلصوا، بالعكس هاي بداية نهاية إسرائيل، وإن شاء الله يكون إلي دور. وعلى فكرة في أكتر من واحد من ذوي أصحاب الرؤوس المربعة بقول لي أنت مش لاقي تطلع تحكي غير هسه بعد ما الحرب خلصت. أقول إخواننا المصريين، انت جاي تغني بعد ما الفرح خلص؟ بس الفكرة مش هيك. الفكرة لو انا طلعت حكيت بأول القضية شو بدي اطلع احكي انا وغيري من الموجودين؟ ما إلنا غير انه نقرأ قرآن نصبر فيه اهلنا في غزة، وننشد سجل اناشيد من الاناشيد اللي بتساعد. بس اول اشي انا ما معي فلوس اني اروح اعمل انتاج لانشودة، فانا هذا اللي قدرت اعمله. بس انا احسن من كثير ناس بقعد احكي على السوشيال ميديا غزة وغزة 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 وغزة، وانا بسجل، انتوا مش شايفيني وانا بسجل في جنبي كاسة بيبسي. فانا احسن من كثير ناس الحمد لله. بس بصراحة هذا كلام من القلب كنت حاب أحكيه. إن شاء الله كان أصلا المفروض اليوم ينزل فيديو بيتكلم عن اللبس ومشاكل الهذيك المضايقات بتصير البنات في الشارع، هل المشكلة بس على الشاب ولا لا. فالموضوع كان كثير شيق، وبعدين كان راح ينزل حلقة كاملة عن اللباس الشرعي للبنات. فإن شاء الله استنوني في الفيديوهين الجايين، هذول راح يكون موضوعهم عنها. وإن شاء الله نتذكر إخواننا في السودان، لأنهم مش أقل معاناة من أهلي في غزة وفلسطين. ولا الأخت اللي تغتصب في السودان أسوأ من أي وحدة وأي مسلمة، بالعكس والله العكس. ناس تشال فوق الرؤوس. المفروض اللي بده يعمل شغلة يعملها عشان الكل، مش وطنيات. هي لما يكون دولة زي الإمارات هي اللي ممولة لفكرة منظمة الدعم السريع في السودان، فأنتم المفروض تقاطعوا كل إشي له دخل بالإمارات. بس شو بدنا نحكي إحنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل إنسان بايع أهل دينه وأهل عروبته. السلام علينا وعليكم. كان معكم أخوكم عماد محمد، شوفكم في فيديو ثاني إن شاء الله.